ودي احلى واجمل وصفة بيتي فور تقدروا تجربوها. بيتي فور بطعم وريحة زمان، الطعم الاصلي حرفيا للبيتي فور. هتشموا ريحة وهتدوقوا طعم، بجد هتنبهروا من جماله. تعالوا نشوف الوصفة بتاعت النهاردة. بس قبل ما نشوف الوصفة، لو اول مرة تشوفوني انا نور، ياريت تشتركوا في البيج او القناة وفعلوا الجرس لو حابين يوصلكوا اشعار بكل وصفاتي، ولايك وشير على فيديو النهاردة. بسم الله كده هنبدأ مع بعض مقادير وصفة النهاردة. خلينا نتفق على أول حاجة إن العيار اللي هنستخدمه لكل المقادير هيكون عيار واحد، يعني الكوباية اللي هنستخدمها في كل المقادير هتكون واحدة. معايا كوباية من السمنة الباردة طالعة من التلاجة، طبعا تكون سمنة فلاحي. معايا واحدة من البيض، معايا معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، معايا نص كوباية من السكر البودرة. الوصفة الأصلية العيار بتاعها بيكون كوبايتين من الدقيق، لكن هقول لكم العجينه هتبقى عامله معايا ازاي، لان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. اول حاجه ضفت السمنه البارده وعليها السكر البودره، هشغل عليهم المضرب على السرعه الهاديه وبعد كده على السرعه العاليه لحد ما القوام معايا يتضاعف ويكون ابيض وعامل زي الكريم شانتيه. هوريهولكوا دلوقتي بيكون شكله كده. لما يوصل للشكل ده والسمنة تمتزج تماما مع السكر، بضيف البيضة واستمر في الخفق. اول ما البيضة تختفي معايا هي والفانيليا بنوقف الخفق. اول ما هنلاقيها اختفت معانا تماما هنوقف. تعالوا نتكلم عن عيار الدقيق. انا استخدمت كذا نوع دقيق مختلف في الوصفة دي، كل نوع دقيق بيكون عياره مختلف من وصفة لوصفة تانية. اللي بيحكمنا في الوصفة دي هو شكل العجينة، يعني بنبدأ نحط من اول كوبايتين، ممكن تاخد معانا كوبايتين ونص والله، ومرة خدت معايا 3 كوبايات. كل نوع دقيق بيختلف على درجة امتصاصه للسوائل. زي ما قلت لكم هنبدأ بكوبايتين لحد ما نشوف شكل العجينة هيكون عامل معانا ازاي. بنضيف كوبايتين وبعد كده بنحدد اما نوقف او اما ان احنا نضيف كمان. شكل العجينة معانا بتكون متوسطة، لا هي قاسية ومتماسكة ولا هي طرية، بتكون عجينة مظبوطة. زي ما اتفقنا بنضيف الاول الكوبايتين، واذا حسينا انها محتاجة دقيق كمان بنزود. بيكون القوام بتاع العجينة كده معانا مظبوط وسط. بغطيها وبحطها في التلاجة ترتاح نص ساعة. نحاول نشتغل في جو برد او في مروحة او في تكييف، ما ينفعش نشتغل في جو حر خالص. وبناخد حتة من العجينة بنحطها في قلب المكنة وبنغطي العجينة وبنرجعها تاني في التلاجة. ممكن العجينة دي كمان نفرشها على مفرش تلاجة كده ونفردها بايدينا، نحطها بين كيسين تلاجة وبأي قطعات عندنا نقطعها بتطلع معانا بمنتهى السهولة. صينية مدهونة دهنة خفيفة خالص من الزيت، والفرن ساخن معانا على درجة حرارة 180 رف اوسط. شكلت الصواني دي بنحط كل صينية في التلاجة لمدة 10 دقايق قبل ما نحطها في الفرن ان شاء الله، عشان ما تفرش معانا وتطلع معانا زي الفل. اول ما بتاخد لون كده من تحت ذهبي بنطلعها. بتاخد تقريبا من يعني 12 ل 15 دقيقة، تبدأوا تراقبوها كده. اول ما تاخد لون من تحت خلاص كده بيكون البيتي فور معانا جاهز واستوى زي الفل، وبيكون معانا بالجمال ده. اجمل واطعم بيتي فور ممكن تجربوه في حياتكم. حقيقي البيتي فور بتاع ايام زمان، بتاع ايام جدودنا. انا متاكده ان الوصفه دي هتعجبكم جدا لو جربتوها. لو الفيديو بتاع النهارده عجبكم يا ريت تحطوا لي لايك، سيبوا لي كومنت وشير كتير لكل اصحابكم. مستنيه تطبيقاتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.